مساء الورد والفل والياسمين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بافضل صحه وخير. النهارده هكلمكم في موضوع تقريبا مفيش غاوي حمام غير ما بيواجهوا المشكله دي. مش المشكله ان تواجهنا المشكله، الفكره كلها ازاي ما نحلش المشكله او المشكله في عدم حلها. طب ايه هي المشكله؟ بصوا بقى، قولوا اتفرجوا كده. ده اهو شايف، بس حابه اوريه لكم. هو ايه؟ جعان، انا هاكله دلوقتي. شايفين؟ زغلول محترم. تخيلوا ان الزغلول ده، استنى مش قادر يصبر. طيب خد. ناكله. طيب حرام عشان نعرف نكمل كلامنا. الزغلول ده اخوه الزغلول اللي وراه. ايه ده؟ هو ضعيف؟ هو كان هيبقى ضعيف، بس انا هوريكم هو مقارنة بيه اضعف مني، لكن هل هيبقى بصحة كويسة؟ باللي انا عمله. حط كده، حط دول كده مثلا. تعالوا اوريكم الاول ونشوف. اولا الاهالي مأكلونه كويس جدا، صدره اهو لاحم مش مسيف، تمام. طب ايه اللي حصل وايه اللي خلى فيه تفاوت بالنسبة لده او ده؟ اللي حصل اللي هو تحضين البيض، ان الاهالي حضنت بيضة قبل التانية، فده طلع الاول قبل ده. ففرق التحضين هو اللي بيخلي سبحان الله فرق يوم واحد او فرق ساعات الزغلول الاول ياخد بركة اللبن الاولاني اللي بيبقى مغذي، اللي فيه نسبة بروتين عالية اكتر من 85%، فيبقى بيكبر. فالاهالي تيجي اما ده يطلع، ده اللي سابق، ده اللي ناصح، فيمد منقاره الاول، فيبتدوا يهتموا بيه، وده يا عيني الغلبان. طبعا يعني انا المفروض كنت لاحظت الموضوع دوت من اول يومين 3، بس انا للاسف ما لاحظتوش غير بعد فوات اسبوع ولاحظت بيه التفاوت. طيب عملت ايه عشان ده برضو؟ اصل خلي بالك ده، لا انت مصمم يعني تاكل من ايدي. طيب اهو دوت. لو انا يا عمي دي ايدي كل الكلفه. طيب خلي بالك لو انت ما عملتش اللي انا عملته وهقوله لكم دوت، الزغلول ده ممكن يموت ويطلع لك فرد واحد. طب انا عملت ايه؟ بص يا سيدي، وهم من اول اسبوع كنت بشيل الكبير ده الاول، احطه من فوق كده او احطه في سلكه من السلكات اللي فاضيه عادي، مش هيجراله اي حاجه، تمام. وخلي الاهالي تزق ده الاول، تزق ده الاول، تاكله وتشبعه كويس واتاكد ان الحوصله بتاعته كده ايه، مليانه. كل يوم قعدت على نفس النظام. ده كان ضعيف وباين قوي كمان في البدايه، لكن لما ابتديت يوم ورا يوم ورا يوم احط نفس الموضوع، ان انا احط الاكل، الاهالي تاكل ده الاول وبعدين تاكل ده. هو برضو في حاجه انا عايزه اقولها لكم، الاساس او اللبه دي اخطر واهم مرحله في تاسيس الزغلول. لو الزغلول فرق اليومين 3 او الاسبوع دوت اللي ده اتاسس فيها هو اللي عمل الفجوه بين دوت. طيب بعد كده عملت ايه؟ ده انا فطمته، يعني ده بيعرف ياكل، ده لسه بصوا لسه مش متحكم اهو، ده بيعرف ياكل. ده انا كمان مأكلاه، يعني الصبح اكلته، فبهتم ان انا احط له الاكل على طول قصاده علشان يتعود ان هو ياكل بصغير. طبعا ببص على الحوصله بتاعته وبشوفه بياكل ولا لا، وهو كسريش، فيعني عدى تقريبا 4 أسابيع عليه. ده لسه انا مخلياه مع الاهالي. فلو حضرتك عشان ما تواجهش المشكله دي لقيت القص بتاعك بيرقد من اول حصوايه، لا شيلها، الافضل شيلها، حطها عادي، حطها في اي سلاكه، مش شرط ثلاجه ولا اي حاجه، حطها بس ما يبقاش عليها شمس مباشره، تمام. حطها على جنب كده في حته ضله فيها تهويه، ولما تحصي تفوت يوم وتحصي الحصوايه التانية، حط الحصويتين مع بعض، هترقد عليهم، فالاتنين هيطلعوا في نفس اليوم. ممكن يبقى فرق ساعات بسيطة مش مشكلة، بس هيطلعوا في نفس اليوم وهيتأسسوا هما الاتنين مع بعض. طيب حصل ان في تفاوت زي ما قلت لك كده، يا اما لو عندك أصوص بيضة تاني ومطلعة انتاج، بدلهم، حط الصغيرين مع بعض والكبار مع بعض. لكن لو ما عندكش أصوص زي حالاتي كده، هتعمل الطريقة اللي انا عملتها.
فاتمنى اكون فدتكم في الفيديو البسيط دوت، ولو في اي حد عنده اي اسئله يا ريت يكتب لي في التعليقات. مع السلامه.